هي اسمها بسيسة ولا هريسة ذرة؟ مش مشكلة خالص، احنا ممكن نختلف على اسمها، بس كلنا هنتفق ان طعمها وشكلها وريحتها تحفة. مفيش اجمل من كده. تعالوا نعملها مع بعض بطعم وريحة زمان، وبجد طعمها حلو جدا ومقاديرها مظبوطة، وما تدوريش ورايا تاني. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هحضر مكونات الجافه. عندي كوبايه ونص من دقيق الاصفر او دقيق الذره، بجيبه من عند العطار وبيكون ناعم بالشكل ده، وهنخله كويس جدا. وهضيف عليهم كوبايه ونص من الدقيق الابيض، يبقى كده الدقيق الابيض قد الدقيق الاصفر. كوبايه ونص من ده وكوبايه ونص من ده، يبقى الحصيله بتاعتي 3 كوبايات من الدقيق. عليهم بقى باكو كامل من البيكنج باودر كيك شيف، وعليهم رشه من الملح، ومعلقه كبيره من النشا. هنخلهم كويس جدا بالشكل ده، وطبعا دي خطوه مهمه جدا لعمل اي كيكه. هقلبهم كويس جدا مع بعض علشان البيكنج باودر توزع في الدقيق كله. وهركن الطبق ده كده على جنب، وهجيب الخلاط علشان نحضر المكونات السائله. عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، هنزل عليهم بمعلقه من الفانيليا السائله او باكو من الفانيليا البودر بالشكل ده. هضيف عليهم كوبايه من السكر الحبيبات، بنفس الكوبايه هنعمل بيها كل حاجه عشان تطلع مقاديرنا مظبوطه. هنزل عليهم بكوبايه عصير برتقال مركز من غير سكر. لو انت حابه تعمليها باللبن، يبقى بدل كوبايه العصير البرتقال يبقى كوبايه لبن. هضيف عليهم كوبايه كامله من الزيت، او كوبايه نصها زيت ونصها سمنه لو انت حابه. وكمان هضيف عليها معلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره من بشر البرتقال. ده في حاله لو انا هعملها بعصير البرتقال، انما لو انا هعملها باللبن يبقى هنكتفي بس بالفانيليا. نضرب الخليط ده كويس جدا في الخلاط لمده دقيقتين. نقلت المكونات الجافه في بوله اكبر عشان اعرف اقلبها كويس مع الخليط السائل. هنزل دلوقتي بالخليط بتاعي بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط، ونقلب كويس جدا في اتجاه واحد، طبعا زي ما انت شايفه كده، زيها زي اي كيكه بالظبط. وما نقلبش كتير، يدوب بس الدقيق بتاعنا يختفي هنوقف على طول. زي ما قلتلك، لو انت مش حابه تعمليها بعصير البرتقال، هتستبدلي كوبايه عصير برتقال بكوبايه لبن، ومش هنحط بشر برتقال. شايفين ده القوام المظبوط جدا. لو حاسه ان هي تقيله شويه معاكي ومش بنفس القوام ده، هتضيفي لها معلقتين من عصير البرتقال او معلقتين من اللبن لو انت حاطه لبن. اي صينيه عندك باي شكل مقاس 26، دهنتها بمعلقه من السمنه وبطنتها بمعلقه من الدقيق وبقت معايا بالشكل ده. هنزل بالخليط بتاعي، وطبعا الفرن عندي سخن على 180 الرف الوسطاني. بعد كده بديها خبطتين علشان اسوي الوش وتكون كلها بارتفاع واحد. عندي بقى هنا خطوه بحبها جدا، معلقه كبيره من السمسم المتحمص، برشها كده على الوش، بتديها لون وشكل وطعم جميل جدا جدا. هدخلها الفرن دلوقتي زي ما قلت لكم على 180 الرف الوسطاني. هتاخد في الفرن حوالي ساعه الا ربع او 50 دقيقه. عامه انت لازم تشمي ريحه الكيكه كده وتلاقي البرتقال قلب الدنيا، وقتها تعرفي ان هي استوت وتفتحي عليها وتختبريها. وهي في الفرن هنحضر مع بعض السيرب اللي هنسقيها بيه بعد ما تخرج. عندي هنا كوبايه من عصير برتقال المركز، عليه نص كوبايه من السكر، وهنقلبهم مع بعض وارفعهم على النار لمده دقيقه واحده، غلوه واحده بس، وهنطفي على طول. وده شكلها معايا بعد ما استوت، بعد ما اخدت معايا بالظبط في الفرن 50 دقيقه. بتعرفي ان هي استوت من ريحتها، بتلاقي الريحه كده قلبت الدنيا. طبعا بتختبريها وهي في الفرن، بتلاقيها طبعا طالعه معاكي نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص. ولو حسيتي ان الوش محتاج لون شويه، بتولعي الشوايه دقيقتين كده لغايه ما تاخدي اللون الجميل ده. دلوقتي بعد ما بقت الكيكه معايا دافيه وكمان الشربات دافي، ما ينفعش نسقيها وهي سخنه ولا شربات سخنه عشان ما تعجنش. يبقى الكيكه بتاعتي دافيه وكمان السيرب بتاعنا دافي. نبدا بقى نسقيها بالشكل ده. عايزه اقول لك الخطوه دي حلوه جدا، بتخلي الكيكه بتاعتك ما بتشرقش في الاكل، بتكون حلوه كده وبتتبلع معاكي بسرعه مش خشنه. لان طبعا الدقيق الاصفر بيكون جاف في الاكل مش زي الدقيق الابيض، فمحتاج حاجه كده تبلعه. فالتشريبه اللي احنا عملناها دي او الشربات اللي احنا عملناه ده بيخليها طعمها تحفه جدا جدا، بتدوب كده في بقك من غير ما تشرقك ولا تاذيكي. وبعد كده بقطعها بالشكل ده او باي طريقه تانية زي ما انت حابه. بجد هشه جدا وعاليه وخفيفه جدا جدا. لو انت ما جربتاش قبل كده وما اكلتاش قبل كده، بدعوكي انك تعمليها. جربي المقادير دي بنفس الخطوات دي، بجد هتاكلي احلى بسيسه او كيكه ذره او هريسه ذره. هتعجبك جدا جدا. شايفه؟ بصي ارتفاعها، لونها خطيره، وريحتها بجد تحفه جدا جدا. وبتمنى بجد اي حد ما يعرفهاش انه يجربها، لانها مختلفه عن اي كيكه تانية اكلتيها في حياتك. وما تنسوش تقولي في بلدكم اسمها هريسه ذره ولا بسيسه. مع السلامه.